السلام عليكم. جبت حاجه جديده هنجربها سوا. ده اللي انا كنت بدور عليه امبارح بالمناسبه، بس بالغلط جبت ده 15 جنيه. مش عارفه ليه بصراحه، فانا هجربه ويا رب يطلع يستاهل. بس مش هناكله لوحده عشان ده اكيد مش هيشبعني بربع جنيه، انا ممكن اكل 5 منه، فاحنا هناكل معاه ستريبس وبانيه، ستريبس وناجتس جمله ماركت. وهنعمل ده لماما مع بيضه. انا بفكر اشتغل، لا وبفكر بجد يعني ما بهزرش، بس مش عارفه الاقي شغل ازاي. يعني انزل اسال في الشارع مثلا، لو في المطاعم او كده، اي لو ويتر مثلا. بفكر اشتغل كده بجد. هعمل الاول لماما حلوه قوي ولكن حراق، يعني حراق بجد، فما تحطوش الباودر بتاعه كله. الصوص ده جبار اللي هو ساوزند ايلاند، دايما كنت بجيبه من كوك دور وايكيا، لكن هو يعني صغنن قد كده، حرفيا قد كده. فلقيت ده، مش عارفه البراند اسمها ايه، ديكسي ميلز ايا يكن، هاتوه حلو قوي. 85 90 حاجه كده. ده شكله مش معنى ان هو بتاع ماما يبقى مدوقش يعني. بسم الله. حلو. دلوقتي هعمل بتاعي انا. يا جماعه اقسم بالله كنت على وشك ان انا اولع في البيت. بصوا دي قشطه صفيح، فانا حطيتها في الميكرويف علشان تفك. راح لقيت الميكرويف عمل كده وشوت نور شراره، رحت مطلعها بسرعه قبل ما اولع في البيت. المغطيه صوتي عشان ماما قاعده ورايا. هصفي ميه الاندومي شويه لبن. ده الشكل اللي انا قدرت اوصل له بعد ما سيحت القشطه في حمام ميه. كل التوابل والحاجات اللي معاه. عندي مكعب موتزاريلا باقي مش عارفه من ايه، فهحطه. اوكي بسم الله. حطيت الجايه وهحط عليها فلفل اسود. انا لسه مخترعه الطريقه دي دلوقتي حالا عامه يعني. بسم الله. انا لو قلت خطيره بجد هبقى بظلمها، دي تحفه. والاندومي ده بجد يا جماعه خطير، ده بنكهه الكاري بالمناسبه. السلام عليكم.